السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض كيكة كده سهلة وسريعة في الخلاط، مكوناتها سهلة خالص وبسيطة. يلا بينا نسمي الله ونشوف مقاديرنا ونشوف هنعمل الكيكة بتاعتنا ديت ازاي. انا معايا كده كوباية ونص من السكر، عليها كوباية من الزيت، نص كوباية من الزيت، وكوباية عصير برتقال، كوباية عصير برتقال، وثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة، ومعايا كمان معلقتين كده من الخل صغيرين، ومعايا فانيليا وبيكنج باودر، وطبعا معايا الدقيق. معايرتش الدقيق، انا حطيت الدقيق كده لحد ما اكتفيت منه على حسب الدقيق بتاعي كده. معايرتش الدقيق بصراحة. حطيت كل المكونات دي كده في الخلاط، وضربتها اهو بالشكل ده لحد ما بقى القوام بقى معايا كريمي ناعم خالص، مفيهوش اي تكتلات، والسكر داب خالص مع المكونات بتاعتي. وبدأت كده ان انا اجيب بقى الدقيق واجيب وانخل الدقيق كده. كل ما بنخل الدقيق كل ما يديكي قوام حلو، تبقى كيكه هشه معاكي وحلو. الخل بيفتح معاكي الكيكه، بيخليها بيضه كده وحلو وهشه من جوه. وبنخل الدقيق كده فوق الخليط بتاعي. حطيت كده لحد ما اكتفيت منه. والكيس البيكنج باودر كمان فضيته كده برضو، نخلته كده فوق الخليط. وبدأت اقلب المكونات كلها في اتجاه واحد عشان الهواء اللي يدخل ما خرجوش منها تاني. كده باتجاه واحد كده زي ما انتم شايفين. انخل الدقيق واخليه وافضل اقلب فيه لحد ما يختفي خالص مع الخليط بتاعي. او زي ما انتم شايفين كده، كيكه سهله وسريعه وفي الخلاط تقدري تعمليها بمكونات موجوده كلها عندك في بيتك، مش هتكلفك اي حاجه. زي ما انتم شايفين كده. كده خلاص القوام بقى ناعم خالص وكريم، ما عادش فيه تكتلات ولا اي حاجه. هو ده القوام المطلوب. هجيب بقى الصينيه بتاعتي، الصينيه الوسط، وهدهنها كده مسحه بسيطه من الزيت، وارش فيها رشه كده خفيفه من الدقيق، ابطنها يعني. اهو تبطنها، والدقيق الزياده هنفضه كده في الحوض. ايوه كده. هنزل بقى بالخليط بتاعي في قلب الصينيه. كده نزلت بالخليط بتاعي كده في قلب الصينيه، وهبده كده هبدتين على الرخامه. وهجيب كده آه، معلقه، وهبدا ان انا ايه، الطريقه دي كده بتخلي الوش بتاع الكيك بتاعك ما يشققش منك داخل الفرن، ويخليه متساوي كده وشكله حلو. هدخلها بقى على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط في الفرن. بس للأسف أخدت لون معايا بالشكل ده. الحتة اللي في النص دي كده أخدت لون مني زيادة، معلش أنا آسفة. لكن هي مستوية وحلوة جدا جدا، وأنا استعجلت عليها بتقطع مني كده عشان أنا قطعتها وهي سخنة، ما صبرتش عليها لما تبرد. لكن هي مستوية وهشة جدا. شايفين؟ هشة جدا جدا. دي كمان بقى لما تبرد خالص وتهدى كده من السخونية بتاعتها تبقى معاكي جميلة جدا. لكن انا استعجلت عليها وقطعتها على طول وهي سخنة. الحتة اللي اخدت لون زيادة في النص ديت كمان مستوية. المشكلة بس ان هي اخدت لون زيادة كده، اتحرقت كده من النص. لكن هي تحفة جدا وجميلة، لازم تجربوها. بس اوعي تتحرق منك كده، خدي بالك منها. كانت ريحتها حلوة جدا وجميلة، وطعمها كمان جميل جدا. شفت وانا بقطعها كده عشان هي سخنة لسه، كانت بتتفرول كده وتتقطع بسهولة مع السكينة وتلزق في السكينة كده علشان هي كانت سخنة لسه. لكن انت بتعمليها تصبري عليها لحد ما تبرد. شايفين كله مستوي، حتى الحتة اللي في النص دي مستوية والله.
شايفين الخل، معلقتين الخل مخلينها بيضة جدا من جوه، وريحتها برتقان خالص، وهشة وطرية جدا وجميلة، وريحتها حلوة وطعمها احلى. يا رب تعجبكم الوصفة. لو عجبكم بقى الفيديو متنسوش تعملوا لي لايك وشير، وتشتركوا كمان في القناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد انزله ان شاء الله. شايفين بقى جميلة جدا، حتى ابني ما صبرش لما تبرد، اول ما خرجت من الفرن قال لي انا عاوز حتة يا ماما. شايفين، شايفين حلوة جدا. بالهنا والشفا اللي هياكل، بالهنا والشفا على قلبكم يا حبايبي. متنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد، مع السلامة.